السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة الكفتة بشكل جديد. بصراحة أنا أول مرة أعمل الكفتة بالشكل ده، فهنعملها معاكم. كمان هنعمل كمان الرز المبهر الأصفر الخيال بالشكل ده. يلا نبتدي الوصفة ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليها بنص معلقة من الثوم المفروم أو الثوم المبشور أيا كان. معايا كمان بصلة متوسطة مبشورة ومتصفية من المية بتاعتها، ومعايا شوية من الكزبرة الخضراء متقطعة قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. ايه المكون بقى اللي انا اول مرة احطه على الكفتة بالشكل ده؟ رز. الرز ده كوباية رز من المجات العادية بتاعت الشاي بتاعتنا، مغسولة ومنقوعة. هحطه صحيح كده على الكفتة وبعد كده احط عليها البهارات. الرز صحيح على الكفتة. انت هتستغربوا، انا كمان بصراحة اما شفت الوصفة دي، لان الوصفة دي مش بتاعتي، الوصفة دي انا شفتها على النت فقلت اجربها معاكم. كان حاطط الرز صحيح. بعد كده هنحط بقى البهارات. انا حطيت ايه من البهارات؟ ملح وفلفل اسود وقرفة وبهار كفتة. من كل حاجة نص معلقة كبيرة. هعجن بقى المكونات دي كويس جدا. كان في طبعا اللحمة كانت لسه متلجة معايا، فيها قطع متلجة، فبحاول افكها معاكم بالشكل ده. وهعجن معاكم الكفتة كويس جدا. زي ما انا قلت لكم الوصفة دي انا جايباها من على النت، بتاعت شيف انا شفتها على النت، فقلت اجربها لان انا برضو بصراحة كنت مستغربة ازاي الرز يتحط صحيح بالشكل ده. فهجربها معاكم وهقول لكم، وهنشوف مع بعض كده النتيجة في الاخر، وهقول لكم على الطعم بتاعها في النهاية. هنصبها بالشكل ده. هحاول بقى ان انا اقلل حجم الصباع، لان زي ما احنا عارفين الرز بعد ما بيستوى بينفش، فحجم صباع الكفتة هينفش. فانا هحاول بقدر الامكان اقللها. يعني انا بعد ما صبعتها بالشكل ده حسيت ان هي كبيرة شوية، ففكيتها تاني وقللت حجم الصباع شوية. خلاص انا صبعت بايد الكفتة بالشكل ده. كده خلصت معايا الكفتة تصبيع. هي اي نعم طلعت لي كمية حلوة من ربع كيلو المفروم. بعد كده هجيب صينية بقى وهحط فيها شرايح من البصل، وهرص عليها الكفتة بتاعتنا بالشكل ده تقبع على البصل. هحط بقى عليها شوربة. انا ما كانش عندي شوربة، فجبت شوية مية حطيتهم على النار وحطيت فيها بصلاية وورقة لورا وشوية من الفلفل الأسود، وكمان حطيت معاها واحدة مرقاية وسبتهم يغلوا مع بعض كده، وخدتهم هيلا بيلا كده. بعد ما عملت لي شوربة حلوة حطيت عليها شوية من عصير الطماطم، أو ممكن تستغني عن عصير الطماطم ده وتحطي معلقة من الصلصة. بعد كده حطيت عليها شوية من الزيت عشان تخلي الكفتة بتاعتي مفلفلة، والرز ما يمسكش في بعضه كده ويتعجن الواحدة بوحدتها كده. يعني ايه الكفتة تمسك في بعضها، لا تبقى الواحدة بوحدتها. وهنزل بقى بالخلطة اللي احنا عملناها دي، ببصلها بالورق اللوري بتاعها في قلب الصينية، تديني كلها تستوى مع بعض وهتديني طعم حلو. هسيبها طبعا على النار عالية لمدة 5 دقايق، وبعد كده هدي النار واسيبها تستوى بقى براحتها. نيجي بقى للرز بتاعنا، الرز الأصفر المفلفل المبهر. معايا بصلة قطعتها قطع صغيرة وحطيتها على النار مع شوية زيت، وهسيبها تدبل شوية كده، وبعد كده هنزل عليها بواحدة من الليمون المجفف وورقتين من اللوري، وهديها تشويحة كده مع بعضها لحد ما البصلة معايا تدبل. أنا مش عايزاها تاخد لون. بعد ما تدبل هنزل عليها بشوية من عصير الطماطم، وممكن تستغني عنها برضو بمعلقة من الصلصة، وهسيبها كده لما تنشف معايا خالص. بعد كده هنزل عليها بالرز بتاعنا المغسول، الرز المصري بتاعنا العادي. هنقلبه كويس جدا مع بعض بالشكل ده، يتشوح كده مع البصلة بشوية الطماطم اللي احنا حطيناهم. بعد كده هنزل عليها بالبهارات. البهارات اللي معايا ملح فلفل اسود كركم وشوية صغيرين من القرفة. وكان المفروض ان انا احط كاري، الكاري بيديله طعم جميل جدا جدا جدا، بس ما كانش عندي كاري فاستغنيت عن الكاري واحدة من المرقة. من المرقة
هاشوّح كده الرز مع بعضه كده لحد ما ريحة البهارات تطلع معايا، والرز يتفلفل كده يتغلغل كلّه في الزيت. بعد كده هاحط الرز، وهاحط واحدة من المرقة، وأضبّط بقى الملح بتاعي، واسيبه بقى على نار عالية لحد ما يشرب المَيّة بتاعته، وبعد كده أهدّي عليه واسيبه يستوي على نار هادية. كده الكفتة بتاعتنا خلاص استوت بالشكل ده، شايفينها مفلفلة ازاي. ممكن طبعا حابين تاكلوها بالشكل ده تمام، بس انا حبيت اديلها كده تشويحة على الزيت، تتغير اللون بتاعها ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده الرز بتاعنا خلص والكفتة بتاعتنا خلصت. شايفين المنظر؟ المنظر جميل. هنشوف بقى الطعم. احنا شفنا المنظر بتاعه، شفنا المكونات، نشوف الطعم. بصراحة طعم الكفتة كان جميل. بأمانة طعم الكفتة كان جميل جدًا، بس كان من الأفضل إن الرز يطحن، يعني نفرم الرز كده يبقى رز مطحون، بدل ما هو الرز صحيح صحيح كده. يعني المنظر ما كانش حلو. أي نعم الطعم كان جميل، بأمانة الطعم كان جميل جدًا، بس كان الرز زي ما أنتم شايفين كده تحسي إن الرزاية كده يعني إيه، صحيحة بحالها. لأ، لو أنتم حابين تعملوا الكفتة بالشكل ده، يعني أنا أنصحكم افرموا الرز اطحنوه، هيدّيكم نتيجة أحلى، هيدّيكم طعم وشكل. هو كده طعمها جميل بصراحة، لكن الشكل بتاعها مش قد كده. فنصيحة اطحنوا الرز. نيجي بقى الرز المفلفل بتاعنا، بصراحة كان طعمه جميل. جربوها ومش هتندموا، وأترككم في رعاية الله.